في عالم مليان أسرار، في لحظات بيقف فيها الزمن وتحس إنك شفت نفسك في مكان ما، في مراية، في حلم، ولا يمكن في الشارع وإنت معدي. مين الكائن ده اللي زيه زيك، نفس الملامح، نفس الصوت، بس طاقته مش طاقتك؟ النهارده إحنا على موعد مع واحدة من أكتر الظواهر المرعبة والغريبة في التاريخ، ظاهرة الشبيه، أو زي ما بيسموها في الغرب دوبل جانجر. قبل ما نفتح البوابة دي خليك معايا وابدأها بالصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما في السماوات والكون من تجليات ونفحات ورحمة. ويلا بينا نبدأ. بداية الرعب. في ليلة هادية من شتاء 1983 كان توماس راجل أمريكي في منتصف عمره راجع بيته من شغله متأخر، ماشي في طريق ريفي ما فيهوش أي ضوء غير نور القمر. فجأة حس بحاجة غريبة، كأن في حد بيبص عليه. لف وشه ناحية الغابة اللي جنب الطريق، وهنا شاف شيء خلى قلبه يقع. واقف هناك في العتمة راجل لابس نفس هدومه، نفس ملامحه، نفس كل حاجة فيه، بس عينيه كانت فاضية سودة بدون روح. توماس جري وفضل يجري لحد ما وصل بيته وهو بيترعش، وفضل يسأل نفسه، هو أنا بتخيل ولا في نسخة تانية مني عايشة؟ ما هي ظاهرة الشبيه؟ ظاهرة الشبيه أو الدوبل جانجر هي من أكتر الظواهر اللي حيرت العلماء والفلاسفة ورجال الدين. الكلمة ألمانية الأصل ومعناها الشخص المزدوج أو النسخة المطابقة ليه. في أساطير أوروبا بيقولوا إن ظهور شبيهك معناه علامة على قرب موتك أو بداية مصيبة كبيرة، لكن في حضارات تانية الشبيه كان رمز للشيطان أو الجن أو حتى كائنات من عوالم موازية. تفتكر لو شفت شبيهك هتعمل إيه؟ تهرب تواجهه ولا هتسأل نفسك سؤال مرعب، هو أنا اللي بشوفه ولا هو اللي بيشوفني؟ الشبيه في الحضارات القديمة، الفراعنة مثلا كانوا بيؤمنوا بحاجة اسمها كا، وهي الروح التوأم اللي بتعيش مع الإنسان، وكانوا بيبنوا مقابر عشان الكا ترتاح فيها بعد الموت مش الجسد. يعني من آلاف السنين المصريين عرفوا إن فيه نسخة غير مرئية من الإنسان، نسخة ممكن تكون طيبة وممكن تكون شريرة. أما في التراث الإسلامي ففكرة الشبيه قريبة جدا من مفهوم الجن، خصوصا القرين اللي بتولد معاك ويفضل جنبك طول عمرك، لكن الفرق إن الشبيه ممكن يتجسد ويظهر قدامك. قصص حقيقية عن الشبيه مرعبة وموثقة. في سنة 1845 حصلت حادثة غريبة جدا في مدرسة داخلية في لاتافيا. مدرسة اسمها إيميلي ساجي كانت بتدرس البنات بشكل طبيعي، لكن اللي حصل معاها كان فوق الخيال. الطلبة بدأوا يشوفوا نسخة تانية من إيميلي بتمشي في نفس الوقت اللي هي واقفة فيه، بتكتب على السبورة وهي واقفة ساكتة قدامهم، وأحيانا كانوا يشوفوا النسخة التانية قاعدة في الفصل بينما الأصلية في الحديقة. الموضوع تطور والبنات بدأوا يخافوا، والمدرسة فصلت إيميلي لأنهم ما قدروش يفسروا إزاي فيه نسخة منها بتتحرك لوحدها. دي مش قصة خيال، دي موثقة واتكتبت في سجلات شهود حقيقيين. العلم بيقول ايه؟ العلم الحديث حاول يفسر الظاهرة في تفسيرات بتقول ان الشبيه نتيجة لحالة نادرة في المخ اسمها الهلاوس الإدراكية، وفي تفسير تاني بيقول انها تجربة خارج الجسد بتحصل اوقات الضغط النفسي الشديد. لكن هل ده يفسر ان في شهود بيشوفوا نفس الشخص في مكانين في نفس اللحظة؟ هل الهلاوس بتتنقل من دماغ لدماغ؟ في نظرية اغرب اسمها الأكوان المتعددة بتقول إن في نسخ تانية منك عايشة في أكوان موازية، والمكان اللي بنسميه الواقع ده مش خط واحد، ده شبكة متفرعة، وكل اختيار بتعمله بيخلق نسخة تانية منك. تفتكر ممكن صدفة النسخة دي تظهر في عالمك؟ الشبيه والجن، هل فيه علاقة؟ ناس كتير بتربط الشبيه بالجن خصوصا في الثقافات العربية. يقال ان الجن ممكن يتجسد في صورة انسان وبالذات الشخص نفسه. في قصص شعبية من اليمن بيحكوا عن شخص شاف نفسه داخل بيته نايم على السرير، ولما حاول يلمسه الشبيه بصله بعين مليانة شر واختفى. وفي قصة تانية من المغرب، واحد رجع من الشغل ولما دخل البيت لقى نفسه قاعد بيتكلم مع مراته.
أهله اتجننوا، مش عارفين يفرقوا مين الحقيقي ومين الشبح. هل فعلا في كائنات بتقدر تقلدنا بالشكل الكامل؟ هل ده نوع من التلاعب العقلي ولا ظاهرة خارجة عن إدراكنا؟ لما الشبيه يظهر لك، فيه قصص مرعبة بتحكي عن لحظة بيشوف فيها الإنسان شبيهه وبيكون هو الوحيد اللي شافه. مشهد كده تفتح باب أو تبص في مراية تلاقي نفسك واقف قصادك بيبصلك بنفس نظرتك، بس ملامحه متخشبة وعينه سودة. ناس بتحكي إنهم شافوا نفسهم في الشارع، نفس اللبس، نفس المشية، بس الشبيه كان بيبتسم ابتسامة باردة كأنه عارف حاجة انت ما تعرفهاش. وفي ظاهرة غريبة اسمها كريسيس ابريشن بتظهر لما حد بيكون في حالة خطر او على وشك الموت، وساعتها شبيهه بيظهر لحد تاني في مكان مختلف في نفس اللحظة. يعني ممكن حد من اهلك يقولك انا شفتك امبارح عند بيتنا رغم انك كنت مسافر في بلد تانية. تفسير ديني ولا بعد روحاني؟ في الإسلام مفيش نص واضح عن ظاهرة الشبيه، لكن فيه أحاديث عن التشكل وإن بعض الكائنات ممكن تظهر في صور بشر، وفي فتاوى بتقول إن اللي بيحصل ده ممكن يكون قرين أو نوع من أنواع المس أو السحر. في التصوف بيتقال إن الشبيه هو ظل الروح، وإن الروح أحيانا بتسيب الجسد وتتشكل خارجه، خصوصا في لحظات معينة بين النوم واليقظة أو عند تجلي الروحي. يعني ممكن اللي بنشوفه ده مش كائن تاني، ده إحنا في لحظة روحية خارجة عن إدراكنا الجسدي. الشبيه هل هو رسالة؟ ناس بتقول إن الشبيه بيظهر كتحذير، علامة إن في حاجة كبيرة جاية، مرض، كارثة أو موت. وفي ناس بتقول إنه مجرد ظاهرة نفسية أو وهم بصري. بس لما تكون كل القصص دي من بلاد وثقافات مختلفة ومن ناس ما يعرفوش بعض، هل ممكن يكون كله صدفة؟ هل لما تشوف شبيهك ده معناه إن النهاية قربت، ولا ده مجرد باب بيتفتح على سر أعمق من إدراكنا؟ قبل ما نختم يا صاحبي، خد نفس عميق وتخيل إنك في يوم بتفتح الباب وتلاقي نفسك واقف قصادك. هل هتسأله أنت مين، ولا هتسأله أنا إيه؟ وبكده نكون وصلنا لنهاية رحلتنا النهاردة من زاوية مختلفة مع عصام الجندي. قبل ما تمشي خد لحظة كده من قلبك وصلي على سيدنا محمد النبي اللي كان نوره هداية في وسط ظلام العالم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما في السماوات والأرض من تجليات ونفحات ورحمة. لو الحلقة عجبتك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الرحلات الجديدة. وخلي دايما في بالك كل حكاية وراها زاوية، وكل زاوية وراها حكاية. وبس كده يا صديقي.